هلو يا بالحلوين، اشتقت لكم كتير. إلي فترة غايبة عن الفلوجينج. اليوم نهار الجمعة المساء، وهلأ الساعة تقريبا شي 6. خلصت شغلي. نهار الجمعة إجمالا ما بطول كتير، بحاول إنه أخلص جلساتي على بكير عشان بلش الويكند. طلعت طلعة للدجاجات، وعندي تفاح كتير لازم يتقطع يا كوبر، ويلا نشوف الدجاجات. هلو ليدي. هلا بطلوا يبيضوا كتير الدجاجات، بلش يخف لأنه صار أبرد الجو. بس هولي مثل ما شايفين عم يهروا بالأرض، فلازم بلش الطفن. جايب الباسكت الصغيرة، نسيت جيب الكبيرة، بس بنحاول نشوف إذا بيساعوا. اوكي، هدول اللي طلعوا لي من الشجرة كلها. انا طبعا صرت مقطفة منها مرتين كمان، وهدي ثالث مرة، بس ما كنت عم قطف كل شيء، عم قطف بس شوي حطهم جوا عبال ما ياكلوهم عيلتي. برجع بقطف، بس لانه كتير عم بهر قررت انه خلص. وبعدين طعمتهم كتير حلوة. شجرتين تفاح. هيدي الشجرة ما بتحمل كل سنة، بتحمل سنة ايه سنة لا، وطعمتها كتير 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 حلوة. الشجرة الثانية طعمتها كتير طيبة وتفاحتها أكبر، بس أقل حلاوة شوي من هاي. وهالسنة ما عطت كتير، قطفناهم نحنا بأول الموسم. ايه هلا أنا غبت عليكم قبل ما سافر على لبنان، وصورت كتير بلبنان، وكنت ناوية نزل فلوج عن رحلتنا، لأن سوينا كتير أشياء حلوة، انبسطنا كتير كتير برحلتنا. بس إلي تقريبا حيصير لي شهر ونص شهرين تقريبا راجعة، وكل ما بقعد لحتى سوي الفلوج ما بقدر، ما بعرف ليش، في شي كأنه ماسكني عم بيقول لي لا. فرح احط لكم شوي من المقاطع من الشغلات اللي سويناها باخر الفلوج هيدا. بس اليوم متاخر طبعا، فما في شارككم بكتير شغلات، بس قلت لسلم عليكم وطلعكم معي على الجنينه نقطف التفاحات اليوم. هلا الجنينه عطتنا كتير هالسنه، مع انه ما اهتميت فيها طبعا لاني كنت مسافره بالصيفيه. بس قبل ما اروح مثل ما شفتوا يعني زرعت بندورة كتير، وزرعت خيار وكوسة، أكلنا منهم كتير، مع أنه ما اهتميت فيها كتير للجنينة. وكمان توم وبصل وكيل وستروبري، أكلنا كتير لشبعنا ستروبري هالسنة، كان الموسم كتير حلو. فالجنينة معطاءة، بتعطوها شوية حب وهي بتعطيكم حب كتير. والدجاجات والبطات مبسوطين، وكوبر عم يكبر، بعده عم يعذب بس عم يكبر. وبعد في هيدي الشجرة الكراب أبل، هيدا التفاح بعمل منه جلي بالعادة. هلا ما بعرف إذا هالسنة رح ساوي جلي، لأنه هديك السنة اللي سويتهم شوفوا مين قاعد هون. آخ منكن، في وحدة تانية كمان مخباية عم يتسلوا عليهم. أنا ما كتير بحب الحشرات والشغلات، بس اللي بده يزرع بده يقوي قلبه.
بعرف انه ضجة، لازم فوت لجوا احكيكم لانه هلا رش اور، فالسيارات في كتير سيارات بالشارع. فانا جوزي بحب ياكلهم هيك لانهم حامضين وبقول لي طيبين، ولا مرة دقتهم انا صراحة. فممكن اقطف منهم شوي او احط له اياهم شي مطرح ياخدهم معه الشغل او شي. وانا كمان بحب عطول خلي شي على الشجر مشان العصافير ياكلوا، لحتى يعرفوا انه مرحب فيهم هون. هلا لما زرعنا الخوخ هالسنة شاركونا فيه، حتى اكلوا منهم اكثر منا. في هولي كمان حطهم انا بالسموذي او بالعصير، بس تركتهم كتير هالسنة وصاروا من جوا هيك ما كتير مناسبين، فعبزتهم هيك مشان العصافير تجي تاخدهم لانه مخبيين بين الورق. بس هن طعمتهم كتير حامضة هول، فيهم افادة رائعة بس مش طيبين هيك للاكل. اذا حطيتوهم بالسموذي او عملتوا فيهم، انا بالعاده بعمل دواء سعلي فيهم، بس هيك شكلهم ما بقى صاروا صالحين، والكميه منها كتير كبيره لانه ماكول منها اوريدي. وهيدي شجره فريز او ستروبري، اللي بيقولوا لك ستروبري تري، شجره الفريز اذا بدي ترجمها. ما بعرف اذا لها اسم اكيد لها اسم بالعربي بس ما بعرفه. حاولت فتش عليه بس ما لقيت، فاللي بيعرف يا ريت يقول لي. انا هيدي ما بعرفها، بس جوزي بحب ياكلها، بقول لي طعمتها حلوه، بس شكلهم بعد مش مستويين. وهون بعدها حامله ورد، بس ما بعرف اذا رح يطلع ولا الموسم خلص، ما بعرف. وهي شجرة التين نقلناها على الأرض، كانت بقلب بوت، بس شفناها مش مبسوطة فنقلناها على الأرض. أنا بستخدم الأوراق أكتر من ما بتحمل كتير يعني، ولا مرة حملت هيدي بالذات تين، بس أنا بستخدم بالطب البديل الأوراق. كتير كتير حلوة الأوراق لعلاج كتير شغلات، كمان لخسارة الوزن. في وصفة كتير حلوة لخسارة الوزن. أحلى شعور. خليني أشوف إذا رح أقدر أحملهم هيك وأوتهم على البيت بدون ما يوقعوا. بس حبيت هيك سلم عليكم وشجع حالي لأرجع أعمل فلوجينج، لأنه قلت يعني إذا حتى لو ما ببلش بشي بسيط رح أطول غيبتي أكتر وأكتر، لأنه بس ليقطع الواحد عن التصوير بيتعود على روتين جديد. فقلت خليني أكسر روتيني بالابتعاد عن اليوتيوب وصور حتى لو 10 دقايق ما مشكلة. مبسوطة اني ارجع اعمل فلوجينج. بتمنى انتم تكونوا كلكم بخير، بتمنى لكم يوم اخضر مشرق، وبشوفكم قريبا.
اوكي رح نطلع هلا على فوق. لا من بعد ما نطلع لفوق وننزل رح ناخد التلفريك نقطع. لا مش من هون خطوة. طالعة اعمل performance. anyway من بعد ما ننزل رح ناخد التلفريك بس هيك مرة، مش ما حنرجع فيها. رح يلتقينا الدرايفر من الجهة الثانية وبعدين رح نطلع على جونية نتعشى هونيك وممكن نطلع بالبوت. بس ما بدنا نحن. Cool. It's like a countryside thing. جاهزين؟ اوكي بعد شوي رح ننطلق لمشوارنا. رح نطلع اليوم على الباروك، على شو كمان بيت الدين وقصر موسى وما بعرف وين كمان. بنشوف. ريدي؟ هيك بيصرخوا بحماس. يلا ريدي؟ ما في حدا فاضي. زي ركين. Yeah. هيك مبللة من تحت. تجرش قمح. هذا كان من أجمل المطارح اللي كنت زورها أنا وصغيرة مع المدرسة، بس ما في كتير شغلات ما مذكرتها. خلينا نروح نشوف. اوكي خليني وحدة وحدة. هيدا تعليم القرآن الكريم. ايه ريل ماني هيدا. يا رضا الله ورضا الوالدين. هيدا تعليم القرآن الكريم. هيدول عم يدبكوا والمزمار كمان. الديتيلز رهيب وليكو عم يتفرجوا. وهيدا مدخل للطابق اللي تحت. يلا بعتقد هو قال في 3 طوابق للقصر. اوه هاي قاعدة قهوة. هلو. اوه شكرا. يصفر له بإيده ويأشر له، سيارات تزمر له. باب باب باب
تشربوا قهوة؟ يلا شكرا. شو بيعرفوا يغنوا؟ شو بتعرفوا تغنوا؟ على كومو مو بقى ماريا دار أباك داير من دار وقفت ماريا. بس اللي تصور. يلا بنبصر يلا. اقعد هون على الكرسي. حتى ايدك هيك اذا حابه تقعد هون عادي. هذا انت حابه يعني. يس اوكي. ايه كمان شيلي ايدك. علي الله. الحمد لله. وين ما رحتي وين ما اجيت دائما الله معك وفشل العبد قول ان شاء الله. امين ان شاء الله. انت بسن صغيره بس بعدك انتوا كثير كبيرين. يلا دائما انعاني ودائما شبعانه ولا عينك برجال ولا عينك برزق العالم. عطى الله عندك احلى من كل شيء قول ان شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. محسوده كثير لا تقومي معقول؟ بس بدوم بقول لك محسوده وين ما رحتي وين ما اجيت. بيحزوك بعيشه بيحزوك برزقها. بيقولوا مع مال العتيق مدخله بجديد. بيقولوا مغروره وشايفه حالها بالمال وبالرجال وبالجمال. شبعانه وانعانه وشايفه حالك بعطى الله قولي ان شاء الله. ان شاء الله. كنتي بمكان سفر وبدك كمان تسافري تنقلي ببيت اكبر ان شاء الله وعندك مشاريع كبيره لعمود بيتك لرجالك بتوفق فيها قولي ان شاء الله. ان شاء الله. في جمعه ببيتك وفرحه فرحه لاولادك عيد ميلاد مستقبل نجاح بس بده يصير. ان شاء الله. الناس بدها تهنيكي انت بتهني وجه الله واللي نويتي عليه لحالك لعمود بيتك لرجالك لفرحه اولادك لمستقبلهم. حياتك حلوه حياتك طويله ان شاء الله. مر عليك شويه تعب والله شاله منك. خسرتي وما ندمتي بتقولي الحمد لله والله بيعوضك. الحمد لله. قدامك دائما ان شاء الله سعاده حلوه وصوره مستقبلك. واللي بفكرك بده يصير لك قولي ان شاء الله. ان شاء الله. هلا خلص. انا بحبهم هيدول كثير. واو بيبي. Actually, that women used to do broderie and to give to the princess because they used to buy lots of broderie to decorate the castle. So they made these seats for women so they can. It's Amin Hotel. It's a big hotel, 5-star. That one? Yes. All right. The other one is from the other son called Khalil. It's a big church. Like pepper, and then they will ground it in the pot, and then they will make the coffee. So this was a luxury, a delicacy for the Emir only. And here you have. نحن هلا 1800 متر فوق المي بمنطقة الأرز الشوف. في كذا أرز وهذه منطقة أرز الشوف. فهلا طلعنا على أعلى نقطة وبدنا نبلش نتمشى ونشوف المطر. هاي غابة أرز الباروك وموقع مصيف المير. اوكي خلصنا مشي. كان كتير شوب وصعب بس مش الحال. we survived. وهلا بدنا نروح على شلالات الزرقاء. هو مطعم بس عم بيقولوا مشواره صعب فمنيح معنا حدا يسوق. يلا نروح.
لك هدول لذيذين. شوفوا الراس. ايه نحن بعنجر اليوم. وقفنا لنشوف الآثار وبعدين رح نروح بعلبك، وبالرجعة هنرجع على البترون حاجزة ليلتين، ورح نقضي ليلتين بالبترون. بلا حكي. إذا قدرنا نستحمل الشوب. Main question: why the Roman choose Baalbek to build this huge Roman temple? Because of the location between the Mediterranean Sea and the last Syrian border, and between Mesopotamia and Arabian border. So now we are in the highest place in the Bekaa Valley. Bekaa Valley, 1,200 meters altitude. So we are لا عادي كملي. Because she was a local saint and she was the daughter of a pagan leader, and she believed in fast. Her father wanted to marry her to a pagan, so she ran away and hid her with all the girl in Baal. ليوني LE بالانجليزي اي يعني شو بتقولوا بالإنجليزي بالإنجلش LE LE بالإنجلش ONI NI beautiful. You liked it? صح هطلع معه حبيبي. انت ونوا وانا وليلى.
معنا عم تبرق فينا ما عم نروح لمطرح. أنا بالأسانسير هلا نزلت أجيب مي. وصلنا على الجست هاوس بس ما قدرت أصور بسرعة لأن فتنا كتير كنا تعبانين، كان نهار كتير طويل بس حلو بنفس الوقت. فهلا وصلت لتحت بدي اروح افتش على ميني ماركت واجيب مي لانه كتير عم نعطش. جبت مي وشوية سناكس وهلا وصلنا. اوكي هلا حنروح نستكشف البترون شوي وبعدين بدنا نلاقي مطرح نتروق فيه. شوفوا شعراتي انا امبارح تحممت ونمت. اوكي نشوف شو رح نعمل، ما بعرف، ما عنا بلان بالمرة بس رح ناخدها ايزي، يعني ما رح نقعد فترات كتير طويلة برا لان بترون كتير شوب حامي. فحنقعد شوي برا نتروق ونبرم شوي وبعدين نرجع نرتاح ونرجع نطلع. ممكن ناخد تور بتوك توك. الكل كان عم ينصحني فيه للتور تبع التوك توك على اساس كتير حلوة وبفرجي الواحد على معالم البترون كلها، مثل بيعمل كونتور سياحي. لنشوف. لا لا ما بيتش ابدا. وقف فوتوا تاكلوا هون. قعدتوا بسيطة يعني. حلوين لبسنا وجاهزين. نرجع ننزل على السوق. هلا رح ناخد توك توك. شفنا حدا الصبح بيعملوا تور لمدة ساعة وربع، ساعة ونص تقريبا، فرح نعمل هاي بالاول وبعدين لما نروح نتعشى نسهر اذا بدنا. نشوفكم. سبا فوق بيعملوا مساج هون. متر بيعملوا 5 امتار بعرض بين متر ومتر ونص. حبوا تاخذوا صورة هون البحر وراكم، في هيدي حاطينها بترون.
اوكي هلا الساعة 9 المساء وجينا غيرنا ثيابنا ورجعين نازلين على الأسواق تحت، لأنه شوفي لأنه في أركيد حابين الأولاد يزوروه، وكمان حابين يشوفوا النايت لايف بالبترون، لأنه العجقة ما بتبلش غير بالليل كل العام تطلع، لأنه الحرارة بتخف شوي. It's open. اوكي هيدا الاركيد. No. جيت انا وماما تركنا الاولاد بالبيت اليوم، بدنا نرجع بيت. يلا جينا نتمشى ونودع المنطقة، طلعنا على مطرح هيك عالي شوي وهي خايفة. جينا انا والولاد امبارح صورنا هون، بس هي ما قبلت تطلع، كانت خايفة، بس اقنعتها هلا، قلت لها ما في ولاد يخوفوكي يتخانقوا. شو ما بتخوف ما هيك؟ صباح الخير. امبارح رجعنا من البترون على بيروت، وهلا طالعين على البقاع، رايحين على وادي شمسين. ناخدكم معنا، عم نعملكم سياحة بلبنان. ايش شو هالنعمة؟ Mama, you get wet. It's fun. حلوين. باقي لنا 4 أيام بلبنان، وبعدين نهار السبت راجعين على انجلترا. هذا الاسبوع هيك تشيل، بس بدي اخلص الاغراض ونرتاح، لان الاولاد زهقوا من الظهرات قد ما ظهرتهم. بس اليوم كمان معزومين على عنجر، على مطعم هونيك، اختي عزمتنا هي وجوزها، فرح نطلع لهونيك بعد الظهر. فهلا بدي اروح اجيب قهوه مشان اخذها معي على انجلترا. حجيب قهوه ديكاف عربيه. بعتقد لبنان المطرح الوحيد اللي بيعملها، او كان يعملها، ما بعرف اذا في بلدان تانية صارت تعملها، بس رح روح اجيب قهوه ديكاف عشان اقدر اشربها من وقت للتاني. هلا انا ما كتير بحب القهوه، بس بيطلع على بالي احيانا هيك مقطوعه الكهرباء، المروحه ماشيه على البطاريه عشان هيك قاعد من الاوضه. تعالي عادي هون خد نور. خبز بليز. يلا. تعالي. Should I take a bean? Should I take a bean? If they're hard, I'm gonna be so mad. اليوم قلنا ببيروت طالعين نحتفل بعيد ميلاد ماما وطه بالمطعم. فبكرة
كنت طايرين على بريطانيا. طيبة؟ على المطار. هاي الشنط. هلا بدنا نفوت. شوب كتير كتير.